فيلمنا بيبدأ في جزيرة بعيدة فوق السحاب في حماية مخلوقات الفقاعات الجميلة، وكان الفارس الصغير دون بيقضي أجمل أيام حياته مع باباه ومامته في حماية مخلوقات الفقاعات. وفي يوم من الأيام ظهرت فجأة سحابة شر سودة، وفي الوقت ده قرر بابا وماما دون إنهم يسيبوه لوحده في حماية الفقاعات، وراحوا يحاربوا الشر عشان يحموا الجزيرة. وبعدها بنكتشف إن دي حكاية قبل النوم اللي كان دايما يحكيها بابا ومامة دون قبل النوم، وبنعرف إنهم اتوفوا وسابوا دون مع جدته اللي كانت بتحبه جدا. وبيكبر دون اللي بيكون متعلق جدا بباباه ومامته وفاكرهم دايما، وبيفضل يحكي لأصحابه قصة الفارس الصغير اللي عايش في جزيرة فوق السحاب، واللي بيقولوا له إحنا ملينا من القصة دي خلاص. وبنعرف وقتها إن صحابه بيقولوا له جامبو، وده لأنه بيكون كسول كده ومقلبس حبتين. وبعدها بنشوف أصحاب دون بيلعبوا لعبة سوفت بول، ولما بيحاول دون يلعب معاهم بيرفضوا وبيقولوا له احنا بنخسر كل مرة بسببك. وفي اللحظة دي بيوصل صاحبه نورمان ومجموعة الماعز بتاعته وبيساعدوا دون إنه يقف. وفجأة بتتصاب بنت صغيرة من الفريق اللي بيلعب، وقتها بينضم دون للفريق ويلعب مكانها، وبيسيب كتاب القصص مع صاحبه نورمان. ووقتها بيتريق عليه طفل من الفريق التاني اسمه آتا، وبيضرب الكورة بقوة فبتطير بعيد فبيتصدم الأطفال، لكن دون بيجري ورا الكورة عشان يثبت لهم إنه يقدر يعمل أي حاجة ويجيب الكورة. وبيفضل دون يجري ورا الكورة في الشارع ويطاردها بحماس شديد، وبنلاحظ وقتها إن في قوة خفية بتراقب دون باستمرار، وبتفضل تتنقل الكرة من مكان لمكان لغاية ما بتوصل لمكان عالي، وبيستناها دون إنها تقع على الأرض. وفجأة بيظهر طيف سحري بيوقع الكرة، لكن الكرة بتقع فوق عجلة راجل معدي في الشارع، وبيحاول دون يلحقه لكنه للأسف مش بيقدر بسبب وزنه التقيل، وبتقع الكرة مرة تانية على الأرض، وبيقدر دون إنه يمسكها أخيرا وبيكون فرحان جدا. وفي اللحظة دي بيوصل أصحابه للمكان وبيقولوا له اللعبة انتهت وخسرنا بسببك. وبيظهر بعدها آتا وأصحابه بيتنمروا على دون وبيقولوا له روح بيتك واغسل ايديك ورجليك ونام وكفاية حكايات تاني. وبعدها بيجي نورمان وبيرجع لدون كتاب القصص وبيواسيه. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت فتاة من بعيد بتعلن عن مسابقة، وإن النهاردة الساعة 5 آخر يوم للتقديم. ووقتها بيقول نورمان لدون دي فرصتك عشان تثبت وجودك وإنك تقدر تفوز. فبيفكر دون في الموضوع، وساعتها بتظهر بنت اسمها ماي وبتقول له انت اتأخرت على جدتك ولازم ترجع للبيت حالا. وعلى الناحية التانية بنشوف شاب بيصلح راديو في ورشة صغيرة، وبنعرف وقتها انه اخو آتا واسمه أسيل. في اللحظة دي بيدخل آتا للورشة وبيساعد اخوه في تصليح راديو لزبون قاعد في الورشة، ووقتها بيلاحظ الزبون ان ساق أسيل مصابة، فبيقول له المفروض تروح للطبيب. فبيقول له أسيل ان الكشف مكلف وان رئيس القرية ساعده واداله ادوية ورباط وعكاز. وفي اللحظة دي بيلاحظ الزبون صندوق شكله مميز جدا، وبنعرف وقتها انه اختراع صممه آتا من لمبات وقطع راديو قديمة. فبينبهر الزبون وبيقول لآتا انت ذكي جدا، ليه ما تشاركش في المسابقة اللي منظماها القرية وتساعد اخوك بالجائزة اللي عبارة عن مبلغ مالي كبير. فآتا بتعجبه الفكرة جدا. وبنرجع تاني لدون وبنشوفه قاعد مع جدته هو وماي ونورمان، وبتلاحظ جدته انه سرحان ومش سعيد. وفي اللحظة دي بيكتشف دون صفحة مخفية في كتاب القصص، واللي بتكون عبارة عن نوتة موسيقية لأغنية، وبيجري على جدته وبيسألها ايه ده يا تيتا لقيته في الكتاب. فبتقول له جدته دي أغنية سابتها لك مامتك. فبيفرح دون جدا وبيقول لماي ونورمان إنه ممكن يحكي القصة بتاعته على أنغام الموسيقى دي، وبكده الناس مش هتسخر منه تاني وهيبقى مشهور وعنده أصدقاء كتير. وبيترجاهم يساعدوه ويتدربوا على الأغنية عشان يشارك في المسابقة. وبنرجع تاني لآتا وبنشوف وقتها وهو واخد الاختراع بتاعه ورايح يقدم في المسابقة، لكنه بينصدم لما بتقوله مسؤولة الحجز احنا قفلنا باب التسجيل خلاص واكتفينا ب10 متسابقين، تقدر تشارك معانا السنة الجاية. فبيحزن آتا وبيسيبها ويمشي. وبعدها بيوصل دون وأصحابه لكشك التسجيل عشان يسجل في المسابقة، لكن بتقول لهم مسؤولة التنظيم إنهم اكتفوا. وفي اللحظة دي بتظهر واحدة من أفراد اللجنة وبتقول إن في واحد من المتسابقين انسحب. فبيفرح دون جدا وبيسجل في المسابقة. وأثناء رجوع دون وأصحابه للبيت وهم مبسوطين بيسمع آتا إنهم سجلوا في المسابقة، فبيتضايق جدا وبيخطف كتاب القصص من دون وبيسخر منه كالعادة، وبيقول له ده انت مش عارف حتى تاخد الكتاب مني. وبيوقعه على الأرض وبياخد الكتاب وبيمشي. فبيتضايق دون جدا وبيرجع البيت هو وصحابه عشان يحطوا خطة يرجعوا بيها الكتاب من آتا. وبيقترح عليهم نورمان فكرة وبيسميها ساب ساب ساب،
وهي إنهم يشغلوا أتا ويخطفوا منه الكتاب بسرعة ويهربوا، لكنهم بيحسوا بشيء سحري غريب في الأوضة بيحرك الكتب والألعاب وبيطيرها في الهواء، وبيكونوا مصدومين ومبهورين في نفس الوقت ومش فاهمين إيه اللي بيحصل. وفجأة بتظهر طفلة شبحية فبيترعبوا أكتر، ولكنها بتطمنهم وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم أنا ماري، وبتطلب منهم يساعدوها في تحرير أرواح والديها، وبتقول لهم إن في شخص شرير حبس أرواحهم في جهاز راديو، ولكن والدتها ادتها قلادة عشان تحميها. فبيرفض دون في البداية يساعدها، فبتقول له ماري إنها ممكن تساعده وترجع الكتاب، وإنها تقدر تختار مين يشوفها ومين ما يشوفهاش. فبيوافق دون إنه يساعدها، وبتفرح ماري جدا. ومن ناحية تانية بنشوف خاطف الأرواح بيتواصل مع شخص وبيقول له إنه مش قادر يحبس روح معينة، واللي بتكون روح ماري لأنها محمية بقلادة والدتها، ولكن المتصل بيطلب منه إنهاء الأمر بأقصى سرعة زي ما اتفقوا. وبنرجع تاني لآتا وأخوه أسيل، وبنشوفهم على العشاء، وبيلاحظ أسيل حزن آتا وبيسأله على التسجيل في المسابقة. فبيقول له آتا إن التسجيل قفل وإنه كان عايز يساعده بفلوس الجايزة عشان يعالج رجله المصابة ويحسن من وضعهم. ووقتها بيواسيه أسيل وبيقول له إن اللي جاي أحسن إن شاء الله، وبيطلب منه إنه يروح بكرة ينسق حديقة السيدة تيتن بمقابل مادي. وبعدها بيدخل آتا لأوضته وبيقعد يقلب في كتاب دون، وبيقطع صفحة من الكتاب وبيرسم صورة ليه هو وأخوه مع بعض. وتاني يوم الصبح بنشوف دون وماري وأصحابه بيراقبوا آتا عشان يرجعوا الكتاب منه، وبتستغل ماري انشغال آتا في تنسيق أشجار حديقة منزل السيدة تيتن، وبتقدر تاخد الكتاب من شنطته وتديه لدون. وقبل ما يهربوا بيلاحظ آتا وجودهم وبيجري وراهم، لكن دون بيقدر يتسلق السور بمساعدة نورمان وبيهربوا بسرعة من المكان. وفي الطريق بيشوف دون أصدقائه في فريق الكورة وبيقول لهم إنه هيشارك في المسابقة بالقصة بتاعته، ووقتها بيتريقوا عليه وبيقولوا له إحنا ملينا خلاص من القصة دي. فبيحس دون بالإحباط الشديد، وبعدها بيطلب دون من ماري تقف جنبه وتساعده وتظهر نفسها أثناء العرض وتغني معاه. فبترفض ماري في البداية وبتقول له أنت وعدتني إنك هتساعدني بمجرد ما رجع لك كتاب القصص. فبيترجاها دون وبيقول لها إنه هيساعدها بمجرد ما العرض ينتهي. فبتوافق ماري بشرط إن تكون دي آخر مرة، وبعدها يساعدها إنها تحرر روح والديها. وساعتها بتفكر ماي في طريقة تظهر بيها ماري للناس، وبتطلع ملابس من جوه صندوق وبتقول لماري البسيها، وفعلا بتلبسها ماري وبتتحول لطفلة عادية يقدر أي حد إنه يشوفها. وعلى الناحية التانية بيتلقى خاطف الأرواح اتصال من شخص مجهول اللي بيقول له قدامك يومين بس عشان تقبض على روح ماري، وإلا ألغي الاتفاق اللي بينا. وبنروح بعدها المنزل دون وبنشوفه مع جدته، وبيسألها ازاي والده ووالدته ألفوا كتاب القصص ده. فبتقوله جدته انه في الماضي والده كان مسافر، ولما قابل مؤلف طلب منه يكتب قصة ليك عشان ما تحسش بالملل، وفعلا ألفوا القصة دي سوا. ولما والدك رجع من السفر ألفت والدتك أغنية على البيانو الصغير. وبتقوله جدته رغم ان والديك مش موجودين، بس طول ما أنا موجودة مش هتحس بالوحدة أبدا. وتاني يوم الصبح بنشوف ماي وهي بتوزع الأدوار على دون ونورمان وماري، وبيستعدوا للعرض المسرحي وبيجهزوا الأزياء والأغاني وبيتدربوا على العرض، لكنهم بيكتشفوا إنهم محتاجين فلوس كتير عشان يصرفوا منها. عشان كده بيقرروا يشاركوا في مسابقة إضافية عشان يجمعوا فلوس يصرفوا منها على العرض الرئيسي. ووقتها بتساعدهم ماري بقوة سحرية خفية عشان يفوزوا في جميع المسابقات، وفعلا بيقدروا يجمعوا فلوس كتير ويشتروا ملابس ويتدربوا على الغنى والعرض المسرحي. وبالليل بتقول ماري لدون انت محظوظ جدا عشان بتلاقي جنبك أصدقاء مخلصين زي نورمان وماري، واللي بنشوفهم وقتها نايمين من التعب. فبيقول لها دون ان نورمان والده توفى وهو صغير، ومن وقتها وهو عايش مع عمه وبيرعى الماعز. وبيقول لها دون أنا عمري ما حسيت بالوحدة مع نورمان وماي. فبتقطع ماري كلامه وبتقول له ان القلادة دي سابتها لها والدتها، وان الأزهار اللي فيها لو دبلت كلها هتختفي ومش هتقدر ترجع تاني. في اللحظة دي بيوعدها دون انهم هيحرروا أرواح والديها، فبتمنحوا ماري قوة سحرية. وبتمر الأيام وبتيجي ليلة العرض، وبنشوف وقتها فرقة دون متألقين، وبتقرأ ماي القصة وبيكون نورمان مسؤول عن الإضاءة وديكور المسرح. وبيبدأ دون وماري يغنوا بصوت جميل جدا وسط ذهول وانبهار الجميع. وبتعلن اللجنة فوز فريق جامبو، وبياخدوا شيك بمبلغ كبير قوي. وقبل ما يغادروا بتقول لهم منظمة الحفلة انهم يعملوا العرض مرة تانية الليلة اللي جاية. وبعدها بنشوف فريق جامبو هما بيحتفلوا بالفوز، لكن ماري بتفكر دون ان يوفي بوعده ليها ويدور معاها على أرواح والديها، وان قلادتها خلاص قربت تدبل. فبيقول لها دون انه محتاجها معاه في فرقته، ووقتها
فبتتعصب ماري جدا وبتطير في الهوا، فبتهديها ماي عشان ترجع لطبيعتها، فبتسيبهم وتمشي. وبنكتشف وقتها ان آتا بيراقبهم وشاف اللي حصل من غير ما حد ياخد باله، واللي بينصدم جدا لما بيشوف ماري بتطير في الهوا وبيفضل يراقبها في ذهول. وبعدها بنشوف رئيس القرية وهو بيطمن على أسيل، وفي اللحظة دي بيدخل آتا وهو متوتر جدا وبيقول لأخوه إن جامبو فاز في المسابقة بالغش وإنه شاف بنت شبح بتساعده. فبيقاطعهم رئيس القرية وبيقول لهم قريتنا أمان وما فيهاش أشباح ولا حاجة، وبيعرض على أسيل شغل وبيقول له ميعادنا بكرة، وبيسيبهم وبيركب عربيته. ولكنه قبل ما يمشي بيطلع صورة له مع زوجته وهو حزين جدا، وبنعرف وقتها إن زوجته ماتت من فترة وإنه كان بيحبها جدا، وبيحزن أكتر لما بيفتكر إن السلطات هدوا قبرها عشان يوسعوا القرية. وفي اللحظة دي بيفتكر كلام آتا وهو بيحكي لأخوه عن البنت الشبح، وبنكتشف وقتها إن رئيس القرية هو خاطف الأرواح. وبعدها بينطلق بالعربية وعيونه كلها شر. وتاني يوم الصبح بنشوف دون وهو بيستعد للتجهيز لعرض الليلة ومش فاكر ماري خالص. ووقتها بتتضايق ماي وبتحس إن دون ما بيفكرش غير في مصلحته وبس، وبتفكره بوعده لماري وبتقول له وعد الحر دين. فبيتحمس دون وبينطلق عشان يساعد ماري وبيروح وراه نورمان وماي. ومن ناحية تانية بنشوف رئيس القرية ومعاه أسيل وآتا وبيوصلوا لمكان معين، لكن أسيل ما بيكونش فاهم هو جايبهم هنا ليه، وبيطلع جهاز الراديو من شنطة العربية وبيدي آتا لفافة ورق. وفي اللحظة دي بنشوف ماري جوه البيت، وبنعرف وقتها إن رئيس القرية جه عشان يقبض عليها، وبيشغل الراديو اللي بتخرج منه إشارة معينة وبيظهر روح والدي ماري، فبتنطلق ماري ناحيتهم. وفي اللحظة دي بيوصل دون وأصحابه للمكان وبيحاولوا يحذروا ماري وبيقولوا لها إن ده فخ وما تقربش من الراديو، لكن ماري بتكون زعلانة من دون ومش بتهتم بكلامه. وفي اللحظة دي بيحاول نورمان وماي يشتتوا انتباه رئيس القرية عشان ماري تقدر تهرب، وبيرمي دون شنطته على الأرض وبيحاول يساعدهم. فبيستغل آتا الفرصة وبياخد كتاب القصص، فبيتعصب دون وبيجري بسرعة ويوقع آتا على الأرض، وبيحصل ما بينهم خناقة كبيرة بتنتهي بتقطيع الكتاب والورق بيطير في كل مكان. وفي اللحظة دي بيقدر رئيس القرية إنه يحبس ماري جوه الراديو، ولكن بيتعطل الراديو فجأة. وبعدها بيدوس رئيس القرية على رجل أسيل المصابة فبيتألم جدا، وبيطلب من آتا إنه يرجع للبيت. وبعدها بياخدوا رئيس القرية معاه في العربية وينطلق. في الوقت ده بيحاول دون إنه يجمع صفحات الكتاب وبيقول لآتا أنا كده مش هعرف أقدم العرض بتاعي، لكن ماي بتلومه وبتقول له أنت السبب في اللي حصل لماري، أنت أناني. في نفس الوقت بنشوف آتا وهو بيعيط وحزين جدا من اللي حصل لأخوه، فبتحاول ماي تواسيه، لكن دون بيلومها وبيتخانق معاها. ولما بيحاول نورمان يهديه بيوقعه على الأرض من غير ما يقصد، فبيتضايق نورمان وماي جدا وبيقولوا له أنت عمرك ما فكرت فينا، وبيسيبوه وبيمشوا. وبنروح بعدها البيت آتا وبنشوفه وهو حزين وقلقان على أخوه. وفي اللحظة دي بيفتكر لفافة الورق اللي اداها رئيس القرية فبيفتحها بسرعة وبينطلق. وعلى الناحية التانية بنشوف دون مع جدته وبيقول لها أنا دايما بزعل صحابي مني ومش عارف أتصرف إزاي. فبتقول له جدته زي ما في دور بيزعل في دور بيفرح، وزي ما في روائي في دايما ناس بتسمع، وانت دايما كنت بتحكي ومش عايز تسمع لحد. وبتقول له لازم تتعلم تسمع لصحابك، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيسمع دون صوت حجر صغير اترمى على الشباك، فبيفرح وبيفتح بسرعة وبيفتكر إنهم نورمان وماي، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقيه آتا ومش بيهتم بوجوده. لكن آتا بيدخل من الشباك وبيعتذر لدون وبيقول له سامحني على اللي عملته معاك، وإنه كان بيغير منه لأنه ما عندهوش كتاب ولا أصحاب ولا أوضة جميلة زيه، وإن ظروفه صعبة وما عندهوش غير أخوه في الدنيا دي. وبيقول له إنه جه عشان يساعده في إنقاذ ماري وأخوه، فبيعتذر دون هو كمان لآتا وبينطلقوا. وبنروح بعدها نورمان وماي وبنشوفهم بيدوروا على طريقة لإنقاذ ماري. وساعتها بيوصل دون وآتا للمكان وبيقولوا لهم إنهم يعرفوا مكان ماري، لكن نورمان بيكون لسه زعلان من دون وبيلومه على اللي عمله، فبيعتذر له دون وبيصالحه. وبنعرف وقتها إن اللفافة كانت عبارة عن خريطة للمكان، فبيجهزوا نفسهم وبيحضروا أدوات عشان يروحوا على المكان. وبعدها بيركبوا العجل وبينطلقوا كلهم عشان ينقذوا ماري وأسيل. وعلى الناحية التانية بنشوف منظمين العرض في انتظار فريق جامبو. وبعدها بيوصل دون وأصحابه المكان ماري اللي في الخريطة وبيشوفوا رئيس القرية ومعاه أسيل، فبيبدأوا فورا في تنفيذ خطتهم عشان يخوفوا رئيس القرية وياخدوا منه الراديو. وفعلا بيعملوا أضواء بالكشافات وأصوات عالية جدا، وبيعملوا شبح كبير باستخدام الأضواء والظل، وفعلا بيقدروا ياخدوا الراديو منه، لكنه بيعرف بخطتهم وبيقدر ياخدوا منهم مرة تانية. وبيطلع شبح ماري من الراديو وبيقول لهم لو ما سمعتوش كلامي هخفيها للأبد. وفي اللحظة دي بيستخدم دون طريقة ساب 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 وبيشتت انتباه رئيس القرية وبيخطف الراديو وبيهرب بسرعة. ووقتها بيفرح جدا أصحابه بيشجعوه، وبيفضل رئيس القرية يطارد دون عشان ياخد منه الراديو. وفي الوقت ده بيروح قتل أخوه وبيطلب منه المساعدة عشان يحرروا ماري وبيعرفوا الخطة اللي هينفذوها.
وبنرجع تاني لدون اللي بيستخبى من رئيس القرية وبينجح انه يحرر ماري من الراديو، وبيفرح جدا وبيرمي الراديو على الارض. لكن بيوصل رئيس القرية وبياخد الراديو وبيحاول يرجع ماري مرة تانية، لكن فجأة بيوصل الماعز وبينقضوا عليه وبيعطلوه. وبعدها بتوصل ماي وآتا وبياخدوا ماري وبيركبوا العجلة وبيهربوا كلهم بسرعة. فبيتعصب رئيس القرية جدا وبيفضل يطاردهم، وبيطلع أرواح والدي ماري من الراديو وبيفضلوا يطاردوا ماري وأصحابها. لكن للأسف بتنتهي المطاردة بسقوط دون وأصحابه وبتتكسر العجلة. وفي اللحظة دي بيوزع دون المهام، وبيحاول دون ونورمان تشتيت والدي ماري، وبياخد آتا وماي وماري كتاب القصص عشان يعطلوا رئيس القرية، وبيبدأ كل واحد ينفذ مهمته. ووقتها بنشوف آتا بيقطع صفحات الكتاب ويرميها لماري اللي بتلزقها على وش رئيس القرية. ومن ناحية تانية بنشوف دون ونورمان بيشتتوا والدي ماري وبيحاولوا يستنفذوا طاقتهم. لكن في اللحظة دي بتخلص صفحات الكتاب، وبيتعصب جدا رئيس القرية وبيحاول يحبس ماري اللي بتقاوم بكل قوتها أشعة الراديو. وبنلاحظ وقتها إن القلادة قربت تدبل خلاص. وفي اللحظة دي بيرمي آتا الكتاب لدون عشان يستخدم آخر ورقة في الكتاب اللي عليها توقيع والديه. فبيتردد دون في البداية، لكنه بيقرر يرمي الكتاب على والدي ماري واللي بيحررهم بقوة سحرية طيبة. وبترجع ماري باباها ومامتها أخيرا بفضل كتاب دون، وبكده بيضحي دون بأعز ما يملك عشان أصحابه. لكن فجأة بيتعصب رئيس القرية وبيقرر ينتقم من كل سكان القرية ويعذب الأرواح زي ما عملوا في قبر زوجته. ولكن دون وأصحابه فضلوا يستدرجوه لغاية لما وصلوا لمكان العرض ودخلوه المسرح اللي متجمع فيه كل الناس من غير ما يحس عشان يكشفوا شره قدام الجميع. وبنعرف وقتها إن ده جزء من خطتهم بمساعدة أسيل. وفي اللحظة دي بتنور أضواء المسرح وبيتكشف شر رئيس القرية قدام الجميع، وبتقبض عليه السلطات وسط تصفيق الجميع. وبعدها بيروحوا كلهم للمقابر بيودعوا ماري ووالديها واللي بيعيشوا في سلام. وبتمر الأيام وبيفضل دون محتفظ بالراديو على أمل إنه يتواصل مع والديه ويسمع صوتهم. وبعدها بتتغير حياة دون للأفضل، وبيكون عنده أصحاب كتير وبيكون سعيد جدا لأنه أخيرا قدر يسعد كل اللي حواليه وبقوا يثقوا فيه ويحبوه. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب لقناة موفي تونز وتفعل الجرس. وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. وسلام.